السلام عليكم الاصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. بدون اطاله وكالعاده يلا نبداو. كيتواصل الحديث عن التصويت اللي قام به المدربون واللاعبون لاختيار الافضل في العالم لسنه 2022، وتناولت الصحافه الفرنسيه تصويت حارس مرمى توتنهام المعتزل دوليا الفرنسي هوغو لوريس، والذي فضل منح صوته لمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على حساب قائد العارضه الفنيه لمنتخب بلاده ديدي ديشان. ووصف موقع فوت ميركاتو تصويت لوريس لفئة أفضل مدرب في العالم لسنة 2022 بالمدهش، حيث اختار وليد الركراكي في المرتبة الأولى، ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني في المرتبة الثانية، ثم مدربه في المنتخب الفرنسي ديدي ديشان ثالثا. أعلن نادي الصدى القطري عن تعاقده مع المحترف المغربي أيوب الكعبي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري. ونشر الفريق القطري صورة للكعبي عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها: رسميا المغربي أيوب الكعبي لاعبا للزعيمة حتى نهاية الموسم. كانت العديد من التقارير قد أكدت اهتمام بعض الأندية بخدمات الكعبي، غير أن الوضع الذي يعيشه فريقها السابق هاتاي سبور إثر الزلزال الذي ضرب تركيا عجل بانتقاله إلى فريق آخر، قبل أن يعلن الصدى القطري اليوم عن حسمه لصفقة اللاعب المغربي. المهم الأصدقاء، كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا بكل جديد. تلاقوا في فيديو محسن، إلى اللقاء.